ضيفنا النهارده شخص قراراته صنعت طريقه. رحلة فيها نجاحات وفيها إخفاقات وفيها قرارات زي ما حضرتك قلت. كان الراتب كام في أول راتب خدته بعد التخرج؟ 350 جنيه. مش فاكر كانوا بيقضوا إيه بس يعني إيه اللي خلاك تسيب الوظيفة وتبدأ تنطلق نحو العمل الخاص؟ وصلت لأقصى سلم وظيفي أقدر أوصل. أكتر شخصية دعمتك في حياتك؟ كل شخصية أنا يعني مرت بيا فادتني. مفيش بقى حد رخم قبلك وقال لك أنت مش هتنجح؟ ده كتير. بيبقى في ناس عندها دايما اعتقاد بلاش تخاطر، خلي بالك ده في حصل كذا قبليك، ده في حصل كذا بعديك. يمكن الخوف من أكتر المؤثرات اللي بتأثر على قرارات الناس. إيه القرار بقى الغلط رغم إنه ادالك فشل بس اتعلمت منه؟ لا، قرارات كتير. يعني أنت تقدر توجه للناس للشباب إن عدم اتخاذ قرار أفضل من اتخاذ قرار تندم عليه. طبعا. حكايتنا النهاردة هتبدأ من هنا، على الكرسي. النجاح شكله حلو لكن حقيقته دايما فيها قرارات صعبة وتضحيات محدش بيشوفها. الكرسي ده مش مجرد مكان، الكرسي ده قرار، الكرسي ده حقيقة أو مواجهة. في كل حلقة حد بيقعد هنا لكن مش كل حد بيقدر يكمل معانا للنهاية. النهاردة مش هنسأل عن اللي ظاهر، هنقرب من اللي مستخبي. مش هنسأل عن النجاحات، هنسأل عن التمن. ضيفنا النهاردة شخص قراراته صنعت طريقه. السؤال هل كل قرار كان سهل؟ مش هنسأل عن الصورة اللي الناس شايفاها، هنسأل عن الإنسان اللي ورا هذه الصورة. ضيفنا النهاردة على الكرسي المهندس محمود مطاوع. أهلا بيك يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. ازيك، عامل إيه؟ نورتنا وشرفتنا على الكرسي. ربنا يخليك، نورك. خلينا في البداية نقول قبل النجاح كنت عامل إزاي وبدأتها إزاي؟ هي كانت رحلة، رحلة فيها نجاحات وفيها إخفاقات وفيها قرارات زي ما حضرتك قلت، وفيها فرح، فيها حزن، فيها إحباط بعض الوقت. يعني رحلة لحد ما وصلت إن أنا أصبحت على رأس مؤسسة الحمد لله، يعني أعتقد إن هي ناجحة و... ومكملين في طريقنا، مكملين نجاح ومكملين قرارات. وأنا في وجهة نظري هي دي الحياة أصلا. يعني اللي بيفرق الحياة عن أي حاجة تانية إن الحياة متحركة، دايما فيها حركة، في فلو ماشي. وانا بشوف ان هو اصلا يعني الفرق ما بين عموما الحاجه الفاسده والحاجه الصالحه هي الحركه. يعني المايه نفسها طول ما هي بتمشي هي صالحه، بتنظف نفسها، وقفت صحيح. بقت راكده، بقت فاسده. الانسان نفسه الدم اللي بيمشي فيه ده هو طول ما هو ماشي هو عايش. هي النظره فلسفيه شويه، بس انا بشوف ان الحياه احنا لازم يعني نمارسها ونعيشها بكل تفاصيلها. وخلال الرحلة ديّة بيبقى في قرارات، وبيبقى في نجاح، وبيبقى في إخفاق. مش عيب خالص إن الواحد يُقع ويقوم، يغلط ويصلّح. العيب إن إحنا نخاف. أنا وجهة نظري يعني إن إحنا نخاف، نقول مش لاعبين عشان إحنا خايفين. لأ، لازم طول ما إحنا عايشين نحاول، نتعلم، نجرّب، نطلع ننزل. يعني حتى معظم الطبيعة نفسها اللي حوالينا. يعني أنا يمكن قريت مقولة عن الحيوانات الضارية. الأسد مثلًا بينجح في 25% من مرات الصيد، ده الأسد ملك الغابة. فهو إحنا كبني آدمين بنخاف جدًا من الفشل، بنخاف جدًا من الإخفاق، وده مش صح. أنا باشوف ودوّة بيخلّينا الخوف نفسه بيعطّل الإنسان عن أولًا الاستمتاع بحياته وإن هو أصلًا يعيشها. البداية مهندس، خريج هندسة عين شمس، الحمد لله بتقدير كويس. يعني هندسة عين شمس الحقيقة يعني من المؤسسات العريقة العلمية اللي أنا بأشرف إن أنا يعني انتميت ليها. أنا من قبل ما أتخرّج وأنا شغّال في المجال الهندسي مع كُبرى الشركات، مع ناس كنت باتعلّم منها، مهندسين زمايلي ربنا يمسّيهم بالخير دلوقتي علّموني حاجات كتير. مؤسسات عريقة جدًا زي مثلًا شركة وادي النيل، كانت من أولى الشركات اللي أنا التحقت بيها واتعلّمت منها كتير. الشركة ديّة كان أول بداية؟ كانت أول بداية، بالضبط كده. مرورًا بالسفر، الحمد لله أنا سافرت مناطق كتيرة. كان الراتب كام في أول راتب خدته بعد التخرج؟ 350 جنيه. حلوين. يعني مش فاكر كانوا بيقضوا إيه بس يعني سنة يعني كام؟ هو كان يعني أنا فاكر إن كان ساندوتش ماكدونالد كان ب5 جنيه. فأنت ممكن نقيس على كده. سنة كام؟ سنة 2001 2001 2002. 2001 آه. 2002.
ده كان اول راتب. 350 ده رقم حلو 350 مش جنيه وحش. ماشي اوكي اللي حضرتك تشوفه. ايه اللي خلاك تسيب الوظيفه وتبدا تنطلق نحو العمل الخاص؟ اول حاجه اعتقادي ان انا كنت وصلت لاقصى سلم وظيفي اقدر اوصل له، وده كان بره مصر مش جوه مصر. بره مصر. تاني حاجه ان انا اعتقدت ان انا عندي من الخبرات المتراكمه اللي تؤهلني ان انا ممكن ابتدي اقود عمل خاص. مش بس خبرات ملاءه ماليه، قدره اكثر على اتخاذ القرار، توازن فكري اكتر. الملاءه الماليه دي جت من ال 350؟ 250 جنيه؟ اه لا اكيد لا، مش 250 جنيه. انا يمكن قضيت 15 سنه بره مصر، حلو. يعني ما بين بلدان مختلفه. من 2002 لا ل 2000. مش من 2002، ممكن نقول من 2004. من 2004 لحد 2019. يعني بدايه عملك الخاص نقدر نقول 2019. مظبوط، في مصر بدايه عمل تمام خاص. اوكي. ولكن قبل هذه الفتره كنت متابع جدا للاخبار بكل انواعها، الاخبار المتعلقه بالمجال بتاعي. كنت متابع لحركه السوق في مصر. كنت بالفعل شغال وانا بره في كبرى يمكن شركات التطوير العقاري كاستشاري. كنت يعني بيسموه في المطبخ بتاع مجال التطوير العقاري، انا كنت فيه بكل تفاصيله، بكل صغيره وكبيره فيه، مع كبرى الشركات. وابتديت اكون فكره عن المنتج اللي انا عايز اطرحه. شفت السوق المصري في مجال التطوير العقاري ناقصه ايه، وما كانش مجرد الموضوع بالنسبه لي ان واحد يعني عنده محفظه من الاراضي فيلا انا هبقى مطور عقاري. لا، انا يعني حطيت ايدي فعلا على الحاجه اللي انا كنت شايف ان هي ناقصه السوق، منتج ناقص السوق. فانا قلت المنتج دوت انا عندي خبره كافيه ان انا اقدر اقدمه. فقررت ان انا يبقى هو ده راس السهم اللي انا هقدر اختار بيه السوق. وترجت تقريبا منطقه بيت الوطن اشتغلت عليه. تارجت باعتباري هل ده انحياز مثلا خالص. لطبقه معينه تقدر تدفع الرقم ده او ارقام بيت الوطن؟ انا قلت لحضرتك ان انا كنت بقالي 15 سنه بره مصر. اوكي. برنامج بيت الوطن ده برنامج نزل بدايته كان في 2012. الفتره ديت كانت الاراضي بتطرح عن طريق القرعه، يعني طرح داخلي عن طريق القرعه. لاول مره سنه 2012 كان سيستم طرح الاراضي يبقى عن طريق ان انا احول مقدم، الارض بتتخصص لي على طول. وده كانت بدايتها كان في بيت الوطن. دي كانت بالمناسبه فكره رئيس الوزراء الاسبق المرحوم كمال جنزوري. صحيح. وكانت الفكره ديت وقتها في 2012 نتيجه حاجه الدوله لتدفقات دولاريه. فكانت الفكره ديت الحقيقه اثبتت. ده تقصد للمصريين المقيمين في ما الخارج؟ انا هقول لحضرتك. هو ابتدى كان افكار سريعه بتطرح، كان احداها فكره بيت الوطن، ان احنا نطرح على المصريين المقيمين في الخارج اراضي في اماكن مميزه جدا، يحولوا المقدم بتاعها او يحولوا ثمنها بالدولار، تصب على طول في خزينه الدوله في البنك المركزي. نقدر ان احنا نلم حصيله دولاريه كويسه، وفي نفس الوقت المغترب دوت بدل ما يدخل في النظام التقليدي اللي كان شائع اللي هو نظام القرعه دي البدايه. انت خدت هذا العنوان. أيوه. ويمكن يكون لك بقى خدت قطعه عشان انت من غير المقيمين، والموضوع فتح معاك. بما اني كنت مقيم في الخارج. فالموضوع ابتدى فكره جت في دماغي ان احنا نقدر نعمل محفظه اراضي كويسه عن طريق هذه الطروحات الكويسه جدا. المناطق على فكره بالمناسبه اللي بتنزل فيها اراضي بيت الوطن حتى المرحله العاشره اللي كانت من سنه، يعني على مدى 10 مراحل، مناطق مميزه جدا. انا عايز اقول لحضرتك يعني مشروع بيت الوطن او اراضي بيت الوطن بقت هي دلوقتي اللي موجوده. يعني لما نزلت بيت الوطن كان عباره اراضي بيت الوطن وقرعه. دلوقتي بقى كل الاراضي اللي بتنزل هي اراضي بيت الوطن خلاص. بقى كل الطروحات اللي بتنزل هي طروحات بالدولار. اخر قرعه كانت من امتى؟ انا شخصيا مش فاكر. فخلاص بقى دلوقتي تخصيص الاراضي بقى عن طريق الدولار، نتيجه طبعا يعني حاجه الدوله للاستثمارات اللي من بره. هو بالمناسبه برضه هو مش اي دولار، هو دولار جاي من بره. يعني ده شرط ان مش مجرد ان انت يعني معاك مثلا تحويش الدولار داخليه، لا، لازم الدولار يبقى جاي من بره مصر. فهي الفكره الحقيقه جذابه جدا. الفكره مفيده للطرفين، ان احنا حد بيقدر يتخصص له ارض في مكان كويس يطورها بعد كده، يبنيها بيت، يعمل بيها اي حاجه، وفي نفس الوقت هو
الشرط ان انت تحول لنا دولار من بره. أنت اتقدمت واشتريت قطعة، خدت قطعة منها؟ طبعا تمام. اكيد. بعد كده تطور معاك المشهد ازاي؟ يعني قريت المشهد ازاي خلاك تنطلق بقى، بدل ما تبقى قطعة يبقى 2 و3 و4 وتستثمر، وبدل ما كنت من المقيمين خارج مصر بقيت من المقيمين جوه مصر، صح كده؟ طبعا هو انا ستيل ليا اقامات بره مصر، ولكن انا البيزنس بتاعي دلوقتي موجود في مصر، في الشركه بتاعتي بالديره. واحنا طبعا الحمد لله عملنا محفظه اراضي يمكن اكتر يعني من 50 قطعه، عن طريق ان احنا شراكات، عن طريق استحواذات، عن طريق شراء من مشروع بيت الوطن. آه، دلوقتي بقى في كيان، بقى في بيزنس قائم، والحمد لله احنا الاراضي بتاعتنا كلها يعني كلها باسمنا. يعني احنا مش برضو ديت من ضمن الحاجات القوه عندنا احنا، لان انا كنت بشوف البيزنس بتاعنا برضو بيشوب بعض العيوب في موضوع الورق، في موضوع الشؤون القانونيه. فاحنا الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نعمل سندات ملكيه قويه جدا، بتبقى مفيده اللي بيجي يشتري مننا، وبتبقى مفيده بعد كده لينا احنا كسند قوي للملكيه بتاعتنا. خلينا نتكلم عن أكتر شخصية دعمتك في حياتك، أكتر شخص كان داعم ليك في نجاحك وفي مشوارك في البيزنس. شوف حضرتك، هو انا بشوف ان كل شخصيه انا يعني مرت بيا فادتني. حته اكتر شخصيه ديت هي ممكن في كل مرحله بيبقى في شخصيه مؤثره في حياه الانسان يعني. بس يعني انا بقول ان انا استفدت كتير قوي من اهلي، من زملائي، من اصحابي. كل حد دايما بيبقى فيه نقطه نقدر نستفيد منها فيه. كل مرحلة ربنا سخر لك حد يدعمك س أو يأثر سخر لي فيك، ناس كتير الحمد لله، إيجابًا أو سلبًا، توفيق طبعًا، طبعًا توفيق إيجابًا أو سلبًا. ربنا. الحمد لله ربنا كان جنبي دايمًا. لإن أنا برضه الحمد لله يعني أنا باتعامل بنية طيبة، ده حقيقي يعني. أنا يعني ما فيش مرّة اتعاملت مع حد في سواء شغل أو غير شغل، غير إن أنا كانت بتبقى نيتي إن أنا عايز أفيده فعلًا. يعني أنا مقتنع جدًا بالwin-win situation، ده أسلوب أنا باطبّقه في حياتي. يعني أنا باشوف إن إحنا دايمًا لو فكّرنا بالأسلوب إن إحنا نقدر نفيد بعض، نفيد بعض، نفيد بعض. المكاسب متبادلة بين الطرفين. بالضبط. ما فيش بقى حد رخم قابلك وقال لك أنت مش هتنجح يا محمود؟ ده كتير. كتير. طبعًا يعني بيبقى في ناس عندها دايمًا اعتقاد إن بلاش تخاطر، خلّي بالك، ده في حصل كذا قبليك، ده في حصل كذا بعديك. طبعًا هو الخوف، الخوف غريزة عند ناس كتير. يعني وأنا باقول لحضرتك يمكن الخوف م من أكتر المؤثرات اللي بتأثّر على قرارات الناس. يعني خُفت لمّا اتقال لك أنت هتفشل؟ لأ الحمد لله أنا ما ما خُفتش، خُفتش بس أنا باقول عمومًا، عمومًا. عمومًا نصيحة، إن لو كل واحد راجع قراراته في حياته عمومًا، هو هيلاقي إن القرار دوّة تحت تأثير خوف. أنا باقول نصيحة، ما حدش ياخد قرار تحت تأثير خوف، خُد قرار عملي من غير تفاؤل زايد أو من غير تشاؤم برضه زايد، يبقى واقعي. لا هنخاف ولا هنبقى optimistic، يعني مش هنبقى متفائلين أوي. في معطيات عندنا على الواقع ن ن ن ندرسها كويس، نفكّر فيها وناخد قرارنا. فأنا برضه يعني أنا مش عايز أقول إن الخوف يبقى عكسه إن أنا لو ما خُفناش نبقى متهورين، لأ مش تهور، ولكن أنا باشوف إن الخوف بيعطّل ناس كتير أوي صحيح، ده صحيح، عن إن هم يعملوا حاجات كتيرة في صحيح. حياتهم وكان يقدروا يعملوها. يعني في يعني دراسة أو مقال أنا كنت قريته مؤخرًا، كانوا جايبين دراسة مجموعة من الناس كبار السن، يعني يمكن أكتر من 80. حلو. ومن مختلف الbackgrounds، يعني ستات ورجالة من بلدان مختلفة، من أديان مختلفة. وكان السؤال بتاعهم اللي بيسألوه له كان السؤال اللي بيتسأل: أنت إيه الحاجة اللي أنت ندمان عليها في حياتك؟ فكان دايمًا الإجابة: إحنا ندمنا على الحاجات اللي إحنا ما عملناهاش، مش الحاجات اللي إحنا عملناها، لأن الحاجة اللي أنت عملتها أنت استفدت منها. حتى لو فشلت فيه. طبعًا حتى لو فشلت فيها، عشان كده هاسألك. طالما أخدت آه. بالأسباب المفروض ما تزعلش. صحيح، أنا برضه هنا مش باتكلم على تهور، أنا صحيح، ضد التهور. صحيح. طالما أنت أخدت بالأسباب طالما الخطوات محسوبة، بالضبط كده. بغض النظر عن النتائج مش صح. مهم، لإنك هتستفيد منها. بالضبط كده. وأنا هاقول لحضرتك على حاجة، يعني موضوع الخسارة والمكسب حتى المادية هي نسبية جدًا، صحيح، هي نسبية جدًا، هي هي نسبيًا. تتحسب بأنهي أسلوب. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة برضه سريعة كده. اتفضل. أنا النهارده لو معايا في 2010 مليون جنيه، اهم. في 2010، فسألت واحد صاحبي يعني إيه المليون جنيه دول؟ قال لك حطهم تحت البلاطة وأنا هاقتبس هنا الرواية ديّة. فقال لك حطهم تحت البلاطة المليون جنيه دول وبلاش تخاطر وبلاش تعمل بيهم حاجة. جيت سنة 26
فتحت البلاطه وطلعت المليون جنيه دول وسالت هو انا كسبت ولا خسرت. هنا في 3 اراء. لو انا اخدتها من وجهه نظر محاسبيه اكاونتنج، لا المليون جنيه بنعدهم هم مليون جنيه، انت لا كسبت ولا خسرت. طب لو خدناهم من وجهه نظر ماليه فاينانس، هيجي يقول لك لا والله المليون جنيه دول انت معاك 100,000 مش معاك مليون. ليه يا عم؟ ما هم المليون همت. لا، هو قيمتهم بقت 100,000، فانا ماليا انا بقول لك انت بقى معاك 100,000 صحيح. مش معاك مليون. طيب من وجهه نظر اقتصاديه ايكونوميك، هو في الواقع هيجي يقول لك المليون جنيه اللي معاك دول انت خسرت 20 مليون جنيه. ليه؟ لانك خسرت الفرصه البديله. صحيح. انت كنت من المليون جنيه دول في 2010 تقدر تشتري مثلا بيت في التجمع، في نفقه دلوقتي قيمه البيت دوت البديله مش موجوده. قيمته 20 مليون، يبقى صحيح. انت خسرت 20 مليون. صحيح. فهنا انا بتكلم على نفس الرقم بنفس الكيس، كان الدولار ب4 جنيه و80 قرش بنفس الكيس اترد عليا 3 ردود. صحيح. فحتى حسابات المكسب والخساره اللي الناس بتحسبها في حياتها هي نسبيه جدا طبعا. ما نقدرش نحدد لها معيار واحد. عشان كده يعني انا بقول برضو نصيحه دايما يعني بقولها لاصحابي واهلي وكده، ما تحسبوش المكسب والخساره بالطريقه الوقتيه، بالطريقه السطحيه اللي الناس بتحسب بيها. لا، هو فعلا الدنيا فيها بدائل كتير، الحياه فيها بدائل كتير، وانت ممكن تبقى خسرت من حته بس هيجي مكاسب من حته تانية، وممكن العكس، ممكن تبقى فاكر نفسك كسبت وانت ما كسبتش. على سبيل المثال انا هدي حضرتك مثلا مثال في شغلتنا. احنا لما كنا بنبيع في 2021 و2022 وقتها، اللي كان بيبيع كتير ده كده كسبان ولا خسران؟ بيع كتير، الراجل بيع كتير، بيبيع كل يوم 10 شقق، هو كده فرحان صح؟ كسبان. حسب موقفه من الانشاء نفسه. لا خلينا موقفه من الانشاء. يعني باني هو فرحان وقتها صح، والراجل بايع وبيصرف مكافآت للناس اللي باعت وكده. طيب هو حصل بعديها التعويمات اللي حصلت، صحيح، وهو ملتزم بعقود، يبقى هو كده خسر. في الواقع البيع اللي باعه دوت الكتير هو خسره، رغم ان هو كان فرحان ساعتها وحاسب ان هو كسبان. فهو المقصود من المثال دوت ان انا بوضح ان ساعات الحسابات السطحيه الوقتيه اللي احنا بنحسبها ما بتبقاش هي الموقف الحقيقي لينا. طبعا البدائل كتير، الدنيا بتتقلب ليل نهار، احنا بناخد قرار طبقا للظروف الموجوده دلوقتي. ايه القرار بقى الغلط اللي انت اخدته ورغم انه ادالك فشل في عملك مثلا او في حياتك بس اتعلمت منه؟ لا قرارات كتير قوي. لا طبعا قرارات كتير اصعبها على نفسك؟ يعني اصعب على نفسي مش قرارات متعلقه بالفلوس خالص. يعني انا عندي يعني ايمان وقناعه ان الفلوس مش هي المفروض فعلا، مش هي اسوأ الخسارات. انا عندي قناعه حقيقيه بكده. يمكن القرارات ممكن تاخير القرارات، يعني ساعات القرار لما يتاخد متاخر ده بيبقى مشكله. انا خدت القرار بس اخدته متاخر، ده ساعات بيبقى مشكله. فممكن تبقى ساعات ان انا اخر القرار، لان انا بحب افكر في حاجه كويس قوي، بحب يعني الم معلومات. انا مقتنع جدا بموضوع المعلومات دوت، وانا بقول ان احنا نحصل على المعلومه الصحيحه عشان نقدر ناخد قرار. ده لوحده فن، ده فن يعني. القرار دايما بيبقى عايز معلومات صح من مصدر موثوق، فانا من النوع اللي بيلم معلومات. يعني انت تقدر توجه للشباب ان عدم اتخاذ قرار افضل من اتخاذ قرار تندم عليه؟ طبعا. ولو انت ما عندكش المعلومه المظبوطه من مصدر موثوق ممكن دوت يكلفك ان انت تاخد قرار تندم عليه. النجاح غير من شخصيتك؟ مش غيرها، صقلها، خلينا نقول صقلها. بقى في صبر اكتر، بقى فعلا بقى جزء من النجاح معروف ان انت الفشل هو جزء من النجاح، شئنا ام ابينا. النجاح بيبقى عباره عن حرب انت بتفوزها. اي حرب في الدنيا بيبقى مجموعه من المعارك، لما تخسر معركه مش معناه ان انت خسرت الحرب، دي حقيقه. ف انا عايز اقول برضو حاجه، يعني عشان نقول في نجاح لازم يبقى في هدف، ان احنا حققنا الهدف. صحيح. فهو دي حاجه برضو انا بقول للناس كتير، لازم يكون في هدف في الحياه. لازم اي حد في اي وقت في اي مكان في اي سن لازم يبقى له هدف. يعني يمكن حتى انا بلاحظها ان الانسان لما مش بيبقى له هدف
بيجي له انواع من الاحباط والاكتئاب والزهق، لازم يبقى فيه هدف، حتى لو هدف صغير، حتى لو انا قررت ان انا اخس 5 كيلو، ده هدف وعلشان تحدد نجاحك، معيار نجاحك. عشان احدد النجاح. بالظبط كده. أنا هانجح يعني أنا حققت الهدف بتاعي، وبالتالي يبقى لازم يكون في هدف من الأول. مظبوط. أنت كنت حاطط هدف لحياتك، طبعا. ما أنا- كانش يعني نجاحك كان مخطط، طبعا انا ما اقدرش اعيش من الهدف. ما كانش بالصدفة. مش بالصدفه، كان فيه توفيق كبير جدا من ربنا، وربنا الحمد لله يعني دايما جنبي وموفقني. بس هو طبعا في خطه، وانا بعتقد ان وضع الخطط والاخذ بالاسباب يعني ده نوع من انواع التقرب الى ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا خلق الكون بقواعد. طب ربنا خلّيني أسألك سؤال اتفضل. بقى، أنت خدت فرصة إن الدولة طرحت أرض للمقيمين خارج الجمهورية، صح كده؟ ايوه. لو الدولة ما خدتش هذا القرار، كنت هتدخل القطاع العقاري؟ طبعا هو كان في بدائل كتير، هو ده ما كانش الطريق الوحيد للحصول على قطع اراضي، ولكن كان في طرق اخرى يعني كتيره. كنت طبعا يعني كان مخطط ليك إن أنت تدخل القطاع العقاري وتكون مطوّل انا كنت مخطط لكده. كنت مخطط لكده قبل الطرح دوّة. طبعا من زمان، كنت مخطط لكده، لاني كنت بشوف ان انا عندي منتج مش موجود عايز اقدمه، مش مجرد مطور عقاري عشان يعني عايز ابني وابيع. لا، انا كنت بشوف ان السوق العقاري فيه منتج بمواصفات معينه ناقص، انا عايز يبقى انا اللي اقدر اعمل المنتج دوت واقدمه بشكل محترف للناس. إيه اللي كان عندك مختلف عن السوق خلّاك تفكّر في كده؟ المنتج الفاخر بسعر الفاخر. بسعر معقول جدا. يعني ايه؟ يعني احنا دايما اتعودنا نشوف المنتجات الفاخره مع البراندات مع اسعار عاليه جدا، فتعودنا نشوف المنتج الفاخر دوت بيتباع داخل مجتمعات معينه باسعار بتبقى عاليه جدا، صح، يمكن صح. اكبر بكتير من قدره معظم الناس. فانا كانت الفكره اللي عندي ان احنا نقدر ازاي نقدم المنتج الفاخر دوت بسعر نقدر نقول سعر الطبقه المتوسطه. حلو. دي حاجه. الحاجه التانيه، انا كنت بشوف النو هاو، كيفيه الوصول للمنتج دوت. دي كانت حاجه الحمد لله تراكمت الخبرات عندي من مجالات شغلي المختلفه خلال يعني من اول قبل 2001 من وانا طالب في هندسه. كبرى شركات التصميم اللي انا اشتغلت فيها، كبرى شركات التطوير اللي انا كنت استشاري فيها. فانا عرفت ايه المواصفات، ازاي المنتج الفاخر دوت المريح نقدر نقدمه. فانا قلت المنتج دوت مش موجود بالسعر اللي انا يعني عايز اطرحه بيه، اللي هو اسعار الطبقه المتوسطه. هو ده كان الفكر اللي احنا اشتغلنا بيه، والحمد لله يعني الحمد لله يعني احنا ماشيين على لاين من ساعه ما اشتغلنا من 2019. اهم. واللاين دوت نقدر من غير ما نعرف حضرتك لو دخلت وحده سكنيه معينه او عماره معينه تعرف تقول ده شغل بالديره، ده المنتج بتاع بالديره. خلاص بقى معروف، وبقى ناس كتير عارفه الاختلاف وعارفه المواصفات السبيكس الموجوده بشكل واضح جدا يعني، حتى غير المتخصصين. بس أنت دخلت عِش الدبابير أو الحيتان الكبار كده وعملت تصريح رَدًا على المهندس نجيب ساويرس وقُلت الفكرة دي فكرتي، اللي هو ايه؟ اللي هو الطاقة الشمسية للمنشآت أو المجتمعات العمرانية الجديدة. لا، هو مش حكايه فكرتي. هو طبعا فكره الطاقه المتجدده واستخدام الطاقه المتجدده دي حاجه موجوده عالميا. انا عايز اقول شويه معلومات عن بلدنا. احنا في منطقه اسمها الحزام الشمسي الذهبي. صحيح. يعني ايه برضو ببساطه؟ اقوى طاقه شمسيه موجوده في مصر. اهم. هي الموضوع على فكره مش ان تبقى البلد حر او لا، الفوتون الضوئي في مصر قوي جدا، قادر على تحريك الالكترونات اللي تخلينا نولد طاقه كهربائيه. بلد زي مصر بلد مش نفطيه، خلينا نقول ان احنا بنحاول يعني نكفي فقط نفسنا من الطاقه، جدير جدا بيها ان هي تستغل الطاقه الشمسيه اللي عندها. طب عشان نستغل حاجه، انا زلت انا مؤمن جدا بالوين سيتويشن. يعني لما نيجي نقدم طرح، لازم انا ما ينفعش اقول لحضرتك مثلا تعالى نعمل كذا عشان انا استفاد. لا، انا هستفاد كذا وانت هتستفاد كذا، فتيجي معايا ونبتدي نعمل الطرح دوت. فانا طرحت الفكره كلها بوين وين سيتويشن، يعني كل الاطراف تبقى مستفيده، كل اطراف المبادره تبقى مستفيده. يعني المواطن اللي هيعمل يستاهل الطاقه الشمسيه هيبقى مستفيد، الحكومه هتبقى مستفيده،
المجتمع ككل هيبقى مستفيد من غير ما حد يعني يتكلف حاجه او كده. دي كانت ملخص المبادره. لو حابب حضرتك نتكلم فيها بالتفصيل نتكلم فيها يا بالتفصيل. ريت يا ريت يا ريت. المبادره دي كانت فكرتها كالاتي: احنا بنشوف دايما في المجتمعات العمرانيه دايما الرخصه بتصدر بحاجه اسمها غرف سطح. معروفه غرف السطح اللي هي بتبقى فوق صحيح. كده، نسبتها 25%، ما ودايما تبقاش 25% بيبنوها. شفت حضرتك قلت ايوه. بيبنوها. اكبر مخالفه موجوده هي ال 25% ديت اللي بتسمى خدمات. مهم. طيب مين بيستخدمها كخدمات؟ محدش. دايما بتستغل كسكن، كسكن تتباع بعد شويه. وزي ما حضرتك قلت بيبنى المساحه بتبقى اكبر من كده كمان. صحيح طبعا. احنا الاسطح بتاعت البيوت بتاعتنا عباره عن ايه؟ ولا حاجه، اسطح فاضيه، كراكيب، اي حاجه. الاسطح ديت ممكن تبقى ثروه قوميه. مصر بس اللي بتلقى على سطحها كراكيب. يمكن يعني لو حضرتك صورت اسطح حتى البلاد الفقيره، حتى البلاد اللي هي اقل مننا وعندها شويه شمس، لازم موضوع الطاقه الشمسيه ده موجود، صحيح. لانه موفر جدا ومفيد للكل. فخلينا نكمل في الفكره ان احنا هيئه المجتمعات العمرانيه بكل مدنها الجديده، المنشات اللي فيها منشات ايه؟ بتبقى مثلا دورين وغرف سطح، 3 ادوار وغرف سطح. عدد الشقق مثلا بيبقى 10 شقق، 8 شقق، 12 شقه، في الحدود ديت، مهم. مع اسطح تقدر ان احنا نعمل عليها محطات طاقه شمسيه. طب المحطه اللي هتتعمل ديت مين هتبقى على تكلفه مين؟ من هنا جت الفكره ان كل الاطراف تستفيد. انا النهارده لما ادي ميزه لصاحب العماره، اجي اقول له بدل ما هتبني 25% خدمات، لا ابني خد دور كامل، في المقابل ان انت هتعمل لي فوق الدور دوت محطه طاقه شمسيه تبادليه. يعني ايه تبادليه؟ يعني الطاقه الكهربائيه اللي طالعه منها هتروح بواسطه عداد تبادلي للشبكه القوميه للكهرباء. حلو. كويس. يبقى انا كمواطن استفدت ان انا عملت محطه طاقه شمسيه توفر لي كهرباء تقريبا 25 سنه. انا بنتج كهرباء فوق سطح عمارتي اللي كان ملوش اي استفاده، مقابل ان انا اخدت دور زياده رسمي قانوني ما فيهوش اي مخالفات. الدوله استفادت ان بقى كل مواطن هو اللي بيسعى. انا مش محتاج ان انا اجبرك او ان انا ما انا اديتك ميزه كويسه قوي تخليك عايز تقدر الميزه اعمل ده. اعمل دوت بالظبط صحيح. كده. فحضرتك متخيل مثلا احنا ممكن يبقى عندنا عن طريق اسطح العمارات بس كم محطه زي بابمان اللي هي في اسوان؟ مهم. يعني حضرتك متخيل المساحات؟ متخيل ان ممكن في صاحب عماره يفوت فرصه زي كده؟ لا طبعا. ده هو استفاد بدور. ده هو اساسا ما بيضيعش الفرصه، بياخد غرفه الخدمات وبيحولها لشقه سكنيه. بالظبط كده. فاكيد لو عنده فرصه انه ياخدها بشكل رسمي هيعمل. مظبوط. كده كده المخالفه موجوده، وكده كده هو بيخالف، وكده كده الموضوع صداع في دماغ الاجهزه التنفيذيه ان هي تقوم هذه المخالفه. طب ليه؟ ما احنا الكل ممكن يستفاد. احنا لو عندنا حاجه زي كده، انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ممكن. طب انت حضرتك قلت ان الكهرباء تدخل على الشبكه القوميه، ايوه. ليه ما تدخلش على السكن نفسه؟ يعني كل لا هو دي بتغذي منطقه دي تفصيل عمارة. دي تفصيله فنيه. هو الكهرباء اللي بتبقى يعني الخارج بتاع الكهرباء اللي طالع لي من موضوع الطاقه الشمسيه دوت بيبقى يعني دي سي دايركت كارنت. ده ما ينفعش يعني يغذي الاجهزه بتاعتنا. الاجهزه بتاعتنا اوكي. كلها شغاله بحاجه اسمها الاي سي. مهم. فهي بتتحول عن طريق انفرتر للاي سي دوت. انا مش عايز اقول فنيات، ولكن احنا عشان نقدر نستفيد منها استفاده حقيقيه الانتاج دوت لازم يروح للشبكه القوميه للكهرباء. ما هو لازم يروح في حته الانتاج بتاع المحطه دوت. لو مش هيروح للشبكه القوميه للكهرباء هيروح عن طريق بطاريه، هتخزن في بطاريات، والبطاريات فيها مشاكل. يعني البطاريات ممكن تخلي الاستثمار نفسه في الموضوع دوت غير مجدي، لان البطاريه ليها عمر افتراضي وهي مكون غالي في المنظومه ديت. فانا هغير مثلا البطاريه كل 3 5 سنين، مش هيبقى الموضوع مجدي اقتصاديا. فالفكره عشان تبقى مجديه اقتصاديا كل الاطراف تستفيد ان انا بنتج كهرباء بتروح للحكومه، والحكومه بتركب لي عداد زي العداد اللي موجود في البيت عند حضرتك. بس العداد اللي موجود عند حضرتك بيقيس ايه؟ بيقيس الاستهلاك الكهربائي. مهم. امال العداد التبادلي هو بيقيس فرق الاستهلاك. يعني انت بتنتج كهرباء بتدخل على العداد، وبتاخد كهرباء بتدخل على العداد. وتدفع الفرق الحداد بيعمل او تاخد الفرق. بالظبط كده. بالظبط كده. طب الموضوع دوت كلف مين اي حاجه؟ لا هو الكل استفاد. حضرتك لو شفت التكلفه هو الكل استفاد. الحكومه استفادت، بقى عندنا وفر جامد جدا في الكهرباء. الشمس بتاعتنا الجميله ديت اللي طالعه معظم ايام السنه احنا استغليناها احسن استغلال. منظر حضاري جميل جدا، واحنا راكبين الطياره كده بنبص على البيوت كلها محطات طاقه شمسيه، بدل ساعات بيبقى في مناطق شكلها صعب جدا جدا. وهو ده الوين وين سيتويشن اللي انا بحكي لحضرتك عليه.
احنا هنا لما بنيجي نطرح مبادره او بنقول فكره لازم تبقى كل الاطراف مستفيده. يبقى خلينا نقول ان الفكره فكره المهندس محمود مطاوع، مش فكره المهندس نجيب ساويرس. واحد احنا واحد، انتوا الاتنين واحد. خلينا نتكلم على 12 واحد بيمثل عند محمود مطاوع. بيفكرني بحاجه اليوم ده. اه 12 واحد عيد ميلادي. ده قبل الثوره ب 14 ده 13 يوم. عيد ميلادي. عيد ميلادك، اه كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. كل سنة وأنت طيب. عيد ميلادي وعيد ميلاد ابني الكبير الاثنين، اللي هو مروان. اللي هو مهند. مهند. ايوه مروان ده التاني. هو في مهند الكبير وبعد كده مروان وبعد كده مالك وبعد كده مراد. ليه وانت بتلعب طاوله معاهم ايوه حسيت ان انت من عصر المماليك قديم قوي؟ صح. كانوا بيتريقوا عليك؟ انا حسيت بكده برضو. ليه؟ هو احنا في الاخر الأواشيط قعدنا نلعب بيها اشكال، يعني فشلنا ان احنا نلعب الطاوله. انا بحب الطاوله جدا يعني. هي لعبه سريعه ومسليه يعني، وولا الله يرحمه هو اللي علمها لي. هو كان شاطر جدا في لعب الطاوله، فهم يعني كانت هي ديت لعبتهم المفضله يمكن في تسليتهم الوحيده. كان ساعات الوالد ضابط قوات مسلحه، فعلى الجبهه بقى وفي الحته ديت ساعات بيحبوا هم يفكوا كده التنشنه والاجواء كانوا بيلعبوا طاوله. فكانوا بيلعبوا طاوله. هو كان شاطر قوي في الطاوله. انت بقى على الجبهه في البيت، هو بقى علمها لي. انت شاعر ان انت في حرب في البيت. هو علمني بقى الطاوله يعني يمكن علمها كويس قوي. يعني كنت بحب الشطرنج بس هو علمني الطاوله كويس قوي، فكان هو حريف قوي فيها يعني. فانا حاولت ان انا اعمل مع اولادي، احاول يعني ان هو اعمل مع اولادي. انا كنت في رابعه ابتدائي حريف طاوله في رابعه ابتدائي. يعني فكنت اصغر منهم بكتير وكنت بلعب طاوله كويس قوي. انا حاولت اعلمهم بقى اللي والدي علمه لي. قال لي كده ايه اللي انت بتعمله ده؟ مين ده؟ حسيت انت طالع من فيلم ابيض واسود. ايه القشاط ده؟ يعني ايه قشاط ويعني ايه جهار يك ودش ودبش وايه اللي انت بتقوله ده؟ طبعا حسيت ان انا طالع يعني من فيلم قديم. يعني وخلاص حقكم عليا. نقفل يا عم يعني انت شايف ان في فجوه بين الجيل القديم والجيل الجديد، رغم ان انت برضو ما تحسبش على الجيل القديم يعني صغير. يعني انا مواليد 80 تحديدا. يعني انا عندي 46 47 سنه. لا هو طبعا هو في فجوه، بس احنا حضرنا ده كله. يعني احنا من ايام الجيل القديم حضرنا كل حاجه. حضرنا الجيل القديم من ايام التلفزيون والبرامج القناه الاولى والثانيه والحاجات ديت، مرورا بقى بكل اللي احنا مرينا بيه دلوقتي لحد الاي. الفجوه اللي بين الجيل القديم اللي انت موجود فيه والجيل الحالي اللي بيمثله اولادك، لما يكملوا مشوار محمود مطاوع، تفتكر هتتغير الشركه عندك وشكلها وطريقه البناء؟ هو طبعا هتتغير. لازم تتغير ليه؟ عشان تواكب التغيرات اللي حصلت. هتتغير ولا هتتحدث؟ تتحدث. ما هو تتغير ان شاء الله ايجابا. بس هي لازم تتغير، واحنا لازم يبقى عندنا الفلكسبيليتي بتاع التغيير. وانا عموما انا بشوف اي حد ما عندوش مرونه التغيير في اي حاجه في الحياه دي بتبقى مشكله كبيره قوي. هينسحب من السوق. مش هيكمل. هينسحب من السوق، هينسحب من الحياه اصلا. صحيح. يعني مش بسوق بس، يعني حتى في العلاقات ما بين الناس. يعني الولاد عندهم فرصه ان هم يعملوا كده ويكملوا مشوار محمود مطاوع؟ ان شاء الله. انا بحاول يعني من هم صغيرين بتكلم معاهم، بعرفهم اهميه الحاجه ديت. ولكن طبعا هم ليهم فكرهم اللي احنا لازم نحترمه. هم ليهم طريقتهم في التفكير اللي لازم برضو نحترمها. حتى طريقه التعليم نفسها اللي هم اتعلموا بيها غير طريقه التعليم اللي احنا اتعلمنا بيها. يعني انا ابني الكبير في هندسه، وانا اطلعت على المناهج بتاعته وشفت طريقه الدراسه. هي طريقه دراسه مختلفه خالص. يعني لا احنا كنا يعني بنصل ان احنا بنحل معادلات الدرجه الثالثه والرابعه بايدينا. دلوقتي هو مش محتاج يعمل الكلام ده خالص، ولا بيدرسه ولا حتى بيعرف طريقته، ولا هو مش محتاج خالص ان هو يعمل الكلام ده كله. بالعكس، ده هو دلوقتي التصميم نفسه بيتعمل بالاي. فطبعا هو في فجوه لازم ان احنا التغيير دوت كلنا نواجبه ونمشي فيه، ولازم نحترمه. واللي مش هيتطور انا بقول يعني لا هو هيطلع خالص. لما بصينا على الشغل للشركه عندك لقيناك بتعتمد على يعني جزء من الحداثه وجزء من الاصاله. يعني مثلا عامل اسقف عاليه قوي، مش عارف بقى 3 متر ونص و3 متر و20. عامل طوب احمر، يعني شايف طوب احمر مش طوب اسمنتي. طوب اسمنتي.
طوب اسمنتي مش طوب اسمنتي. الاسمنت اللي هو الاسمنتي البلوك الكبير. البلوك الكبير اللي هو مفرغ في النص. المفرغ في النص ده. في النص. ايوه. ايه القصه بقى وايه الفكره؟ وهل ده بيمثل حادثه ولا اصاله؟ لا، الفكره ان هو دي مواصفات البيت الفاخر. هو طبيعي لما حضرتك بتسكن في شقه، بتسكن في مسطح ولا في فراغ؟ يعني انا لما اقول لحضرتك مثلا انت قاعد في شقه 150 متر، 150 متر في ارتفاع 3 متر ولا 150 متر في ارتفاع 2 متر ونص؟ انت تملك هذا الفراغ. صحيح. حضرتك بتسكن في فراغ، بتملك فراغ، مش بتملك مسطح. فانا لما باجي بنقول مثلا ان احنا بنصل الى اقصى ارتفاع مسموح لينا بيه في الرخصه دوت، ايمانا منا باهميه النقطه ديت. هي صح بتكلفنا فلوس اكتر، انشائيا بتبقى اصعب شويه، ولكن احنا النهارده النص متر الزياده اللي بنزوده في الدور دوت عندنا ده بيفرق جدا بعد كده في الاستخدام بتاع البيت. ده بيبقى بيت فاخر، بيديك راحه نفسيه واضاءه وتهويه، وتقدر تستخدم ده اللي بقول لك. يعني كل انواع الديكورات. لو انطلقت مثلا العماره او العقار القديم، تلقى مثلا في وسط البلد الشقق عاليه قوي، يعني ارتفاعات 3 متر ونص. أيوه. ليه ده كان بيتعمل بالمناسبه برضو؟ انا اقول لحضرتك بس على حاجه. احنا كنا لسه بنتكلم بيدي تهويه على الطاقه. كنا لسه بنتكلم على نقطه الطاقه دلوقتي، وترشيد الطاقه والطاقه الشمسيه والحاجات دي كلها. انا بشوف ان احنا السلعه الغاليه دلوقتي على الكوكب اللي احنا عايشين فيه هي سلعه الطاقه. يعني الحروب اللي بتقوم بسبب الطاقه. صحيح. القرارات اللي بتتخذ من كبرى المؤسسات العالميه هي متعلقه بالطاقه. فالطاقه هي بقت السلعه دلوقتي. هو البيوت القديمه زي ما حضرتك بتقول السقف بيبقى عالي وبتبني بشكل معين، ليه؟ حفاظا على الطاقه. صحيح. عشان في الشتاء يبقى الجو جوه دافي، وفي الصيف يبقى الجو رطب. صحيح. هو الموضوع مرتبط بالطاقه. دلوقتي احنا بقى عندنا تكييفات، فما بقاش حد يهتم بان البيت يبقى متهوي تهويه طبيعيه، او زي ما بيقولوا كده زمان ريحه حلو. هو التكييف مش بديل يا جماعه. لو احنا نقدر نرشد في الطاقه، خصوصا ان احنا مصر بلد نسبيا جواها معتدل صيفا وشتاء، فاحنا مش محتاجين كل هذه الطاقه عشان نقدر نخلي الجو كويس. احنا نقدر بالنظم الانشائيه، بعض النظم المعماريه البسيطه، نوصل لدرجه حراره ونوصل لجو مريح جوه البيت من غير استخدام كبير جدا للطاقه. يعني دلوقتي التكييفات بقت تشتغل عندنا زي الخليج. احنا جوانا زي الخليج؟ لا طبعا، جوانا زي الخليج. فالموضوع كله متعلق بان انا بعمل بيت مريح حلو جميل، واقدر بعد كده في الاستخدام ارشد في الطاقه. ده بينعكس بعد كده حاجات كتير. يعني احنا البيوت اللي بتعملها عن دراسه نقدر بنوفر فيها حوالي 30% من استهلاك الطاقه. ده عن طريق ايه؟ عن طريق السقف العالي، عن طريق الطوب المفرغ اللي بيعمل زي باب الثلاجه، بيعزل الحراره بره عن جوه. فده بيخلينا التكييف حتى لو اشتغل بيشتغل 5 دقائق ويظبط المكان على درجه الحراره المناسبه وخلاص يفصل. نشع الميه اقل جدا لانها الطوبه الاسمنتيه ديت مش بتمتص الميه. فبعد كده من بره الواجهات النشع والحاجات اللي احنا بنشوفها ديت نتيجه المطر او نتيجه اي تسرب مواد كل دوت بيبقى مش موجود. فالموضوع علمي مستخدم بيضيف قيمه كبيره جدا مقابل احنا بندفع سعر زياده طبعا. الحاجات ديت يعني الطوبه الاسمنتيه ديت، البلوك الاسمنتي مش بنفس سعر البلوك الاحمر، اغلى كتير. حتى البنا اللي بيبني المصنعيه صحيح. اغلى كتير. ولكن احنا هنا يعني بنقدر نعمل موائمه، يعني كومبرومايز كده. هو اللي احنا هندفعه دوت هيدينا قيمه قد ايه؟ لا، بنلاقي طبعا القيمه اعلى بكتير. وهو ده اللي بقول لحضرتك عليه، بيت فاخر بسعر مناسب. طب احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا الحاجه بس باتقان وحرفيه، حطينا شويه تفاصيل بتكلفنا ولكن القيمه اللي بتضيفها اعلى بكتير من التكلفه. دايما انت موجود على الصفحه عندك او في فيديوهاتك، موجود وسط الاسمنت، وسط الصبه، وسط الصنايعيه. فاضل على العيد 2-3، احنا في اخر رمضان، ده اخر صبه قبل رمضان. يعني انت ايدك في الشغلانه قوي. انا ايدي في مش في الموقع بس، انا كل الادارات بتاعت الشركه انا معاهم. يعني كل الادارات بتاعت الشركه، اداره التسويق، اداره الانشاءات، الاداره الهندسيه، اداره التراخيص، يعني اداره الثروات. كل الادارات ديت انا ايدي معاهم. ولكن انا عايز اقول لحضرتك دايما اللي بيطمن الناس واللي بيخلي الناس تشوف شغلها والاهتمام وحجم الاهتمام بيه هو صور الموقع. صور الموقع دايما بتوري الناس يعني ثقه في الشركه. الشركه شغاله يعني وبالعكس يعني احنا بنبقى عشان ببقى فخور وان انا الماتيريال اللي احنا مستخدمه الناس بتشوفها، بتشوف حجم الاتقان في العمل اللي موجود، عشان في الاخر المنتج بتاعهم يطلع بالشكل دوت.
الحاجه عندنا احنا بنصور جميع مراحل التنفيذ بالمستندات بتاعتها. اهم. في الاخر العميل اللي بيجي بيستلم شقه، هو مش شايف ايه اللي حصل، صحيح. مش شايف مراحل الانشاء. إمم. فانا ببقى قاصد بالموضوع دوت. احنا الموضوع فيه شفافيه وفي حرفيه جامده جدا الحمد لله. يعني من مصادر الفخر عندي ان احنا معظم العملاء بتوعنا ناس هاي بروفايل حقيقي، مهندسين او ناس متعلمه كويس قوي. تمام. لا احنا عندنا دكاتره كتير، بس الرابط اللي ما بينهم، ودي دراسه احنا عملناها بالمناسبه، لقينا ان احنا العملاء بتوعنا ناس متعلمه كويس قوي، ناس كلهم هاي بروفايل، ناس اللي هم ناس بتفهم وبتقدر. وفعلا دي دراسه حقيقيه احنا عملناها. يعني احنا بنشوف ايه الفئه دايما المخاطبه، ايه الفئه اللي اشترت مننا، لانهم ناس حقيقي معاهم شهادات كويسه قوي، شافوا لفوا عندهم نظره وتقييم. فالحمد لله احنا يعني دي حاجه يعني بافخر بيها، ان احنا في سيلكشن طبيعي حصل في العملاء بتوع بلديره من غير ما نقصده، ان الناس اللي اشترت مننا ناس هاي بروفايل كلها الحمد لله. نرجع بقى للظروف السياسيه اللي موجوده في المنطقه. شايف العقار رايح على فين في 2026 و27؟ طيب خلينا الاول مع يعني ملاحظه ان انت عارف الظروف السياسيه اللي بتمر بيها المنطقه كلها، سواء حروب طبعا موجوده او حتى حروب محتمله. طبعا وانت كان ليك تصريح غريب ده اللي خلاني اسالك، ايوه ان ذروه المبيعات 2026، واللي عايز يشتري النهارده، واللي مش هيشتري النهارده مش هيعرف يشتري في 27 هيشتري بسعر اغلى كتير. ليه بقى الكلام بسعر ده؟ اقل، بسعر اغلى كتير. اغلى من 26. اهم. 26 الظروف فيها ملخبطه زي ما حضرتك قلت، في ظروف سياسيه صعبه جدا، تذبذب رهيب في الاسعار، القدره على اتخاذ القرار دايما، ان انت صعب ان انت تتخذ قرار في اوضاع غير مستقره. اتخاذ القرار دايما بيجي وانت مستقر، وضعك مستقر، فتقول ايه انا خلاص الوضع سيتلد كده فانا هاخد قراري. اهم. لكن لما تكون الاوضاع غير مستقره انا مش عارف اخد القرار. صحيح. دوت بيخلي في حركه تباطؤ نسبي في حركه البيع. ليه؟ لان الاوضاع مش مستقره، الناس دايما مستنيه تشوف هيحصل ايه، اهم. مستنيه ان انا اخد قراري في وضع مستقر، الدنيا تكون هديت. طبيعي. دوت بيعمل طلب تراكمي على العقار. بمعنى ايه؟ شوف حضرتك، العقار سلعه الطلب فيها تراكمي. انا عايز بس اقول بسرعه يعني ايه الكلام دوت. يعني لو حضرتك عندك فكره ان انت تشتري شقه ليك، لابنك، بيت اضافي، استثمار، دايما الفكره ديت عندك هي ممكن تتاجل لكن مش هتروح. اهم. يعني انا النهارده لو انا قررت ان انا مثلا ما اتغداش دلوقتي، سوري، لو قررت ان انا اتغدى دلوقتي وما اتغديتش، هروح بالليل مش هتغدى واتعشى، خلاص هتعشى وخلاص. صحيح. فهنا ده الطلب هنا مش طلب تراكمي، لكن الطلب على العقار طلب تراكمي. يعني اللي مش هيشتري النهارده هو هيشتري بكره، هيفكر يشتري بكره. واللي ما اشتراش السنه دي هيشتري السنه الجايه. كده كده الفكره موجوده عنده، وكده كده يعني هينفذ الفكره دي. اللي حاصل دلوقتي في الاوضاع الغير مستقره اللي موجوده معطله ناس كتير ان هي تعرف يعني تاخد القرار ان هي تشتري العقار. ده بيعمل اولا طلب تراكمي، هيعمل ضغط على العقار في 27. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يمكن الاحداث اللي حاصله في المنطقه يعني مسببه وضع غير مستقر، ولكن الحمد لله يعني، ونتمنى يعني ان الموضوع يفضل كده. مصر دلوقتي بقت هي واحد الامان في المنطقه، ده حقيقي الكلام ده. طبعا. وفي استثمارات كتيره جدا معلنه وفي منها غير معلن، ابتدوا ان هم يوجهوا انظارهم لبلد زي مصر. هي البلد اصبحت من البلاد القليله في الشرق الاوسط كله اللي مستقره صحيح. وامنه، وبقى فيها وضع معين كده. بالعكس، هي مصر بقت سياسيا وسيط قوي جدا، وبقت يعني كوضع اقتصادي الحمد لله احنا قادرين ان احنا نتخطى الازمات. صحيح. في صعوبات طبعا، بلد كبيره، تعداد سكان مهول، موارد نسبيا قليله بالنسبه لدول كتير، ولكن احنا قادرين ان احنا نعدي. دولة مستقرة سياسيا بالظبط كده، ومستقرة كمان في اتخاذ القرار بتاعها، يعني مش بنعتمد على الانفعالية في القرار. بالظبط كده. فاحنا هاديين، فالمستثمر طبيعي انه هيدور على دولة زي مصر. انت عارف حضرتك، انا من كام يوم كان في ماتش الاهلي والزمالك، ابو 3-0. ابو 3-0. انت اهلاوي ولا مالناش زملكاوي؟ دعوه، مش هقول. مش هتقول؟ تبقى زملكاوي زعلان. بس انا عجبني قوي منظر الاستاد.
وعجبني التنظيم جدا، يعني ده فعلا مكسب الماتش، يعني بغض النظر بقى النتيجه ايه، كلهم حبايبنا يعني، مش صحيح. بس التنظيم دي رساله ان في وسط هذه الاوضاع وفي وسط اللي حصل ده كله انت عندك بلد قويه فيها كوره وفيها ناس مهتمه بالحدث الرياضي. بص مبدئيا طالما بصيت على المدرجات وشكرت فيها تبقى انت زملكاوي، لانك لو اهلاوي كنت قلت انا حلو قوي والاهلي كسب والدنيا تمام. واضح في عينيك ان انت زملكاوي. انا واضح ان انا زملكاوي، باين. مش هقول لك برضه. هو عموما احنا كده كده محايدين، يعني احنا اوريدي مع الاهلي وبرضه مع الاهلي لا برضه. هو فعلا انا حتى يعني برضه الشكر انا عجبني في الماتش دوت الروح الرياضيه للعيبه. يعني خلاص بقى، يعني اكيد عرفنا ان كلنا اصحاب واخوات والتحيز الرهيب دوت، وان احنا نبوظ حدث عشان انا متنرفز او متعصب، الكلام ده ملوش معنى يعني. فهو ده رساله في وسط الاحداث اللي حاصله ديت، ان بلد في المنطقه بالشكل دوت بتنظم حدث رياضي بالقوه ديت في ظل الظروف وبالتعصب دوت، في ظل ظروف الحرب الحاليه. صحيح. بالظبط كده. فانا بشوف ان الفرص الاستثماريه في مصر الفتره الجايه وطبعا منها العقاريه، واحنا بنشوف المشروعات اللي لاول مره تطرح في مصر موجوده، وحاجات يعني كبار المطورين المصريين طبعا هم دارسين وعارفين هم بيعملوا ايه، وبيطرحوا حاجات مشروعات باشكال احنا مش معتادين حتى عليها في السوق المصري. بس دوت بيدي رساله ان مصر ان شاء الله لو الاستقرار اللي هي فيه كمل، هي هتبقى هب شئنا ما بينا، لانها خلاص يعني هي دوله مستقره قويه في الشرق الاوسط، هي من الدول المستقره جدا، من الدول اللي فيها سوق كبير قوي، دوله قدرت تعيد بنائها او تعيد تموضعها في المنطقه مره ثانيه، وسوق كبير جدا. يعني بص حضرتك احنا برضه 120 مليون بني ادم بالظبط كده، سوق كبير قوي. صحيح. يعني ودايما يقول لك حتى حسن السوق على حسن البضاعه. السوق المصري هو جاذب لاي حد. صحيح. فما بالك لو كنا احنا من الدول القليله في المنطقه اللي ما عليهاش اي مشاكل، اللي فيها استقرار، ربنا يديم علينا نعمه الامان والاستقرار اللي احنا فيه يا رب. ولكن يعني رب ضارات نافعه، احنا نقدر ان احنا نستغل الوضع دوت لاجتذاب استثمارات ورؤوس اموال والتنميه بسرعه جدا اسرع يعني حتى. وده اللي خلى الاوروبيين في الفتره الاخيره يسموا الساحل الشمالي الساحل الجنوبي الاوروبي. بالظبط كده. ده اللي خلى الاوروبيين يبصوا على الساحل الشمالي بتاعنا مظبوط. على انه ساحل جنوبي لاوروبا مناسب طول السنه تقريبا. صح. يعني فتره الشتاء احنا عندنا هنا يعني يمكن درجه الحراره بتوصل في الساحل ل5 ايوه او 7 او 10، بتبقى في اوروبا -15 -20. صح مظبوط. فاحنا بديل قوي جدا والاقرب البديل الاقرب والطبيعه لوحدها، الجو طبيعي. دي حاجه طبيعيه ربنا يعني رازقنا بيها. فالكلام ده كله جه الوقت ان هو يستغل. بس زي ما قلت لحضرتك هو لازم يبقى في وضع مستقر امن. احنا الحمد لله يعني نسب الامان عندنا بيشيد بيها رئيس اكبر دول في العالم. فمقارنه بالاوضاع اللي موجوده حوالينا، احنا يعني يا رب تكمل نستمر، الناس يبقى عندها وعي. انا عجبني زي ما قلت لحضرتك في الماتش اللي فات الوعي بتاع الناس، يعني فعلا انا اعرف ناس كتيره راحوا الماتش منتهى التحضر ومنتهى الوعي، دي بتدي رسائل كويسه قوي. الوعي ده شفته في البيت مع ولادك وهم بيتفرجوا معاك على الماتش؟ يعني هم طبعا تقريبا هم اهلاويه انا ولادي مش بيشجعوا الاهلي والزمالك، انا برضو دي من ضمن الحاجات اللي هم يعني هم يعني ليه تشجع؟ احنا ممكن نشجع ريال مدريد وبرشلونه. يعني ايه الفكره بقى ان انت بتشجع الاهلي والزمالك يعني من باب الانتماء. لا هم بيسالوني بيقولوا كده هم بيسالوك كده. انت هم... بترد عليهم تقول لهم ايه؟ لا يعني بقول لهم ليكوا حق. لا هو بص هقول لك حاجه، انا ما اعرفش انا شخصيا ليه الدوري المصري بالنسبه لي ليه جاذبيه، يعني هو طبعا هو في فروق طبعا طبيعي ماشي، بس انا اكتر حاجه بسطتني هو يعني اي حاجه من غير جمهور ومن غير ناس بتبقى كئيبه. حلو. يعني الحقيقه يعني كان الدوري وهو شغال من غير جماهير كان الموضوع بيبقى شكله مش حلو خالص. طبعا طبيعي. فنتمنى الجماهير بتمثل استقرار للبلد، امان للبلد، جداً. قدره على الدوله على طبعا تنظيم فعاليات زي ديت، فده طبيعي بيحسب في رصيد الدوله. بالظبط كده. وطبعا كلنا اكيد مبسوطين من العوده الحميده بالظبط للجماهير في المدرجات. مظبوط. ربنا يكرمنا في كاس العالم. نشوف كده. احنا عايزين بس نعدي بقى الدور اللي بعد كده ان شاء الله يعني. ان شاء الله رب العالمين. انت شايف فين شركتك بعد 3 سنين كمان؟ هتخرج بقى من بيت الوطن
هي هو والّا بالفعل إحنا عندنا يعني مشروعات تجارية وإدارية هتطرح إن شاء الله خلال من سنة لسنة ونُص. إحنا بس يعني مستنيين وقت مناسب قرايتنا للسوق يعني، لإن يعني الفترة ديّة فترة فيها ضغط جامد أوي على التجاري والإداري، فإحنا يعني مستنيين فترة معيّنة بحيث نقدر على التجاري على التجاري والإداري. والإداري؟ بإذن الله يعني بعد 3 سنين هنعمل إن شاء الله أول compound متكامل هنطرحه بإذن الله، يبقى البلديرة. هيكون موجود فين؟ هيكون موجود في التجمُّع. في التجمع. وأنا الحقيقة أنا من الناس المتحيّزة لمدينة القاهرة الجديدة. يعني أنا باشوف إن هي من أنجح التجارب السكنية واللي عملتها هيئة المجتمعات العمرانية في القاهرة الجديدة. تُدرّس بصراحة يعني. طب والعاصمة الإدارية؟ طبعًا العاصمة اتعملت بسرعة شديدة جدًا، واتعمل فيها حاجات ما اتعملتش في مصر. كان وقتها؟ بس أنا عايز أقول إن حتى العاصمة هي امتداد للقاهرة الجديدة. يعني العاصمة نفسها هي امتداد، هي على نفس الخط. هو يعني ما كنتش قادر إن أنت تميّز المحاور والطرق، هي امتداد ليها. فأنا صحيح. باتكلم على الجزء اللي هو يعني المجتمعات العمرانية شرق القاهرة بوجه عام. القاهرة الجديدة بامتدادها تجربة عمرانية فريدة بصراحة. أنا باشوفها يعني. وباحس إن أنا نِفْسي كل المناطق القديمة والأحياء القديمة تتشال ويتعمل كده. حلو أوي. أنا بابقى نِفْسي أمنية عندي الحقيقة يعني. يعني حضرتك حتى شوفها من فوق يعني وأنت طاير ده كده. أنا شُفتها ب في مسلسل أرابيسك. آه، الفنان الكبير صلاح السعداني قال أيوه، الكلمة اللي حضرتك قُلتها ديّة، آه، عشان نبني صح تعالَ نهدّها آه. ونبني من أول وجديد. مش بس هو راح هَد الفيلا، هت يعني هَد الفيلا وقال لك عشان نبني من أول وجديد، إحنا الترقيع مش هينفع، آه، العشوائيات مش هتنفع. بالض فده اللي عمله الرئيس، صح، بدأ فعليًا في مناطق جديدة، مضبوط. أكتر من 30 أو 40 و و مدينة جديدة. وإحلال وتجديد بقى، يعني صح. إحلال وتجديد من القديم، لإن أهالينا اللي عايشين هو كده الإحلال والتجديد هيتم. أيوه، يعني اللي هيروح يسكن في التجمع ده يمكن كان ساكن في شبرا الأول، أو أيوه. في حلوان في شقة حلوة في حلوان أو في أنا شبرا. عايز أقول لحضرتك اللي بيجرّب تجربة المدن الجديدة، اللي بييجي من الأحياء القديمة، وبيجرّب تجربة إن هو يسكن في المدن التابعة لهيئة المجتمعات بأي مكان بقى، شرق القاهرة، غرب القاهرة، تحت خالص حتى في الصعيد، حتى المدن الجديدة اللي موجودة في الصعيد. لأ، بتبقى التجربة فعلًا بيقول لك أنا إزاي ما رُحتش من زمان. فرق كبير أوي في التخطيط، وفرق كبير في العشوائيات، وفرق كبير في كل حاجة. التوسع اللي حاصل في العقار والقطاع عمومًا يعني، ده لا يؤدي إلى فقاعة عقارية من وجهة نظرك أنت؟ كلمة فقاعة العقارية دي اتقالت كتير الفترة اللي فاتت. كتير أوي كانوا بيتكلموا فيها. يعني ناس كتير ادّوها تعريفات مختلفة وناس وكل كتير. اللي قاعد على كرسي ادّى برضه تعريفات مختلفة، أيوه. فخلّينا نعرف النهارده الكرسي هيطلّع منك إيه؟ لأ، هو فكرة الفقاعة العقارية ديّة يعني لمّا حصلت أو الكلمة ديّة لمّا اتقالت، ما اتقالتش في مصر، كانت اتقالت في أمريكا. صحيح. فاتقالت في أمريكا على أساس إن الناس اللي عندها يعني واخدة mortgages من البنوك وكده قروض يعني وبتسدد إمم. فيها على مدى 30 سنة وكده، حصل drop بشكلٍ ما، مش قادرين يسددوا الأقساط بتاعتهم. الوحدات اللي هم مشتريينها اتسحبت. البنوك بعد كده بيرجعوا يطرحوا الوحدات ديّة للبيع، لقوا مش إن جايبة تمن، ليه بقى؟ لإنها لأ، مقدّرة بأكتر من سعرها. غير بقى لأ، مش مقدّرة بأكتر من سعرها، لإن كمية الوحدات اللي اتطرحت في الوقت دوّة أكبر بكتير من حاجة السوق. شوف حضرتك، عشان يحصل فقاعة أو يحصل ركود أو يحصل أيًا ما كان في أي سلعة، بغض النظر عن أي حاجة وعن السعر وعن الكلام ده كله، وجهة نظري يعني، إن لازم يكون العرض أكبر بكتير من الطلب. تمام. أوكي، والسعر شئنا أم أبينا هو مرتبط بالعرض أو بالطلب. سعر أي منتج، يعني حضرتك لمّا بتيجي تحجز كرسي طيارة، بتحجزه في الصيف زي في الشتا؟ لأ طبعًا. بتحجز أوضة أوتيل في كل الوقت. لو حجزت أوضة أوتيل في العيد زي نفس الطيارة week الكرسي days. ده غير الكرسي ده، وقت الحجز نفسه بيفرق. بالضبط كده. صحيح. مع إن هنا نفس السلعة نفس الحاجة. صحيح. ده برضه موجود في كل السلع. ف السؤال بقى اللي نسأله لنفسنا في موضوع العقار، آه. هل الطلب على عقار في مصر حقيقي والّا مش حقيقي؟ بس هو ده اللي إحنا السؤال اللي إحنا نجاوب عليه. إحنا محتاجين فعلًا لهذا العقار والّا مش محتاجينه؟ فأنا باشوف إن بالعكس الطلب على العقار بيزيد. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا يعني حتى
التغيرات الاجتماعيه اللي حاصله في مصر مزوده الطلب على العقار. خلينا نقول ايه، الطلب على العقار بيزيد، بس هل القدره على تنفيذ هذا الطلب موجوده؟ هو ده بقى يعني القوه الشرائيه. القوه الشرائيه. ده اللي بيخلي يعني الشركات انا بمعنى ايه، انا ممكن النهارده يكون عندك انت تطرح مثلا مشروع وتبيع ب5 مليار، مظبوط. صح كده؟ ايوه بس على فتره سداد 12 سنه. ايوه لكن لو طرحت شقه واحده في نفس المشروع ريسيل مثلا، قلت انا عايز ثمنها النهارده كاش، مفيش حد بيشتريه. مظبوط. دوت بيخلينا يقودنا لنقطه تانية، ان الاستثمار في العقار بقى استثمار متوسط وطويل المدى. يعني احنا بننصح اي حد ما تضربش في العقار، ما تجيش النهارده تشتري عقار ومستني بعد 6 شهور تكسب. لا، لازم دوره العقار تتم كامله. انا حد امبارح عارض عليا فيلا، قلت له دفعت كام قسط؟ قال لي ولا قسط. قلت له دفعت ايه؟ قال لي دفعت المقدمه بس فقط لا ايوه غير. ايوه مش هنذكر اسم ايوه. المشروع. مم. ف... فهو طب انت عملت كده ايه؟ عايز ايه النهارده الفيلا دي سعرها كذا؟ قلت له مش عايزها منك. ايوه ففكره المضاربه اللي حضرتك بتتكلم عنها، مضاربه اغلب ثقافه الناس النهارده، ايوه ان انا ادخل اشتري عقار على 12 سنه، بدفع المقدمه، الطرح الثاني الفيلا اللي كان ب20 بقت ب30، فانا كسبت 10 مليون وانا قاعد. بالظبط. يقعد بقى يدلل عليها وعايز يبيع بال30 مليون، صح. ما حدش اشترى منه، صح. لانه اوريدي في طروحات تانية كتير. مظبوط. فهنا السؤال، آه، الطلب الغير مقرون بقدرة هو اللي ممكن يعمل أزمة في العقار. مظبوط. صح. بس انا عايز اقول حاجه، يعني في القصه برضو، القدره الشرائيه دي محصله حاجات كتيره جدا. محصله بيزنس داير في البلد، محصله استقرار، محصله قطاعات كتيره شغاله. يعني هو القطاع السياحي لما يبقى شغال ده بيأثر على العقار. القطاع الصناعي لما يبقى شغال ده بيأثر على العقار. القطاعات كلها بتكمل بعضها في الاخر. انا بيجي لي حد ناجح في شغلته، عنده دخل معين، عنده فايض دخل، وبيشتري عقار. وبعد كده العقار دوت بيشغل دورة راس مال تانية، وبيشغل عمالة تانية بشكل مختلف، بيأثروا على القطاعات ديت. احنا مش عايشين في جزر منفصلة، كل حاجة متصلة ببعضها. الطريق اللي بيتعمل جديد بشكل كويس ده بيأثر على العقار. اللي انا عايز اقول لحضرتك في القصة برضو بتاعت الفقاعة وما الفقاعة والحاجات، الطلب على العقار، السؤال هو حقيقي ولا مش حقيقي؟ مهم. حضرتك عايز تعرف الموضوع دوت؟ طبعا. شوف اي مكان بيخلص بيبقى صالح للسكنة، كومباوند جديد، منطقه سكنيه جديده، مكان جديد، انت هتلاقي نسبه الاشغال عاليه جدا في وقت قصير جدا. يعني وفي نماذج كتيره، انا مش عايز بس اقول اسماء معينه، بس هو مجرد ما بتبقى المنطقه صالحه للسكنه انت بتتسكن. بتتسكن بسرعه جدا، صحيح. وبتبتدي بقى الخدمات تتفتح حواليها، وبيبتدي. خلينا نتكلم عن قانون الأسرة الجديد، ايه علاقته بالعقار من وجهة نظر المهندس محمود مطوع؟ مش هتكلم عن قانون الاسره تحديدا الجديد، لان احنا ما نعرفوش اصلا، ما نعرفش تفاصيله لحد صحيح. دلوقتي يعني. بس انا بس عايز انت بتسوق عليه. لا ده كان هزار. كان مش هزار. مش كان مش يعني. لكن انا عايز اقول ان لا، مصر فيها تغيرات اجتماعيه حاصله حقيقيه. يعني زمان كانت الاسره بتشتري عقار، خلاص الاسره ليها عقار، الزوج او رب الاسره اقصى طموحاته يشتري عقار. اللي حاصل ان في تغيرات اجتماعيه حاصله، نسب الطلاق زادت جدا، فبقى ال 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 الاسره في ساعه الجواز عايزه عقار، ساعه الطلاق عايزه عقار تاني. عايز عقار سين. العيال كبروا، بقى في استقلاليه. يعني دلوقتي احنا بقينا نشوف ان بقى في شباب وشابات كتيره جدا عايزين يستقلوا. هو ما اتجوزش ولا حاجه او ما ارتبطش، بس هو عايز بيت ليه يبقى بتاعه هو، حتى لو هو ما كونش هو اسره. الشكل الاجتماعي بتاع الاسره المصريه اتغير، بقى فيه استقلاليه اكبر. ده طبعا بيعمل طلب على العقار، ده اللي انا باكده. والطلب ده بيزداد، لان احنا مع الوقت الاستقلاليه عندنا ما بين الاسر، مش بقول تفكك على فكره، لا، بس هو شكل مختلف. ان الاستقلاليه بتزيد، ده بيعمل ضغط على العقار. بقى كل فرد من افراد الاسره بقى عايز له عقار، ولد او بنت. دلوقتي بقى نوع من انواع برضو الاشكال الاجتماعيه اللي اتغيرت، ان حضرتك كأب بتجيب لابنك شقه وبتجيب لبنتك شقه. لازم كل واحد يبقى عنده شقه، مش بتقول لا, لا الولد مثلا يجي له، لا، بقى لو اسره عندها المقدره بقوا زي نجيب بعض، الولد ونجيب بقوا زي البنت. بعض. دي كلها اشكال اجتماعيه اتغيرت، بقت تعمل طلب على العقار. ف يعني زي ما بنشوف كده مثلا العربيات، بقى كل واحد معاه عربيته ماشي بيها. يعني ما بقاش فيه برضه نفس الحكايه في العقار.
عشان كده باكد ان الطلب على العقار حقيقي موجود فعلا، ومصر بلد سوق كبير جدا في العقار، خصوصا لما بيكون المنطقه كويسه متخططه كويس، طبعا دوت بيزود الطلب على العقار. من شوية قُلت إن العقار الأكثر رواجًا إداري وسكني أو تجاري كمان، ما اتكلمش عن الفندقي، رغم إن أنت كنت دايمًا بتلوّح للنقطة دي، وبتقول يا جماعة الفندقي ده تقريبًا هو اللي جاي. نتاج الفتره اللي فاتت من الاستقرار، صحيح، بقى مصر عندها شورتج في عدد الغرف الفندقيه. طبعًا، يعني احنا فجاه كده بقينا عايزين يمكن تريبل عدد مضبوط، الغرف فنادق جديد صحيح. الفندقيه في مصر، ولسه في طلب ان شاء الله هيزيد. دوت مخلينا نجري بسرعه ان احنا نزود العدد. من ضمن يمكن القرارات اللي اتخذت في اخر فتره ان اي مواطن يقدر يحول العقار بتاعه لغرف يعني لغرف فندقيه بشروط معينه، ومن ضمنها طبعا المدن الجديده. ده بيدي رساله على التوجه او الفكر اللي جاي للخمس 10 سنين الجايين، ان مصر ان شاء الله هتبقى يعني هب سياحي. انا الحقيقه بشوف ارقام السياحه في بعض الدول، وانا رحت دول كتيره يعني، ببقى مستغرب هي الدول ديت ازاي عندها الارقام ديت. وإحنا مش عندنا. انا حاسس منهم كتير آه، في كل حاجه، في كل حاجة صحيح، وإحنا ما عندناش الأرقام واحنا دي. ما عندناش الارقام ديت. يعني ازاي؟ الفترة الجاية أعتقد الأرقام دي هتزيد كتير. بالظبط كده. فأنت بتقول إن لازم إن السوق العقاري أو القطاع العقاري يكون عنده من المرونة ما يسمح إنه يعرض أكتر غرف فندقية أو منشآت فندقية. بالظبط، يعني هو الفتره الجايه هنلاقي ناس كتير هيبقى العقار بتاعها هو مشروعها، ان انا لو قدرت احوله غرف فندقيه بيتم تاجيرها في السيزونز او اي وقت يبقى في تنافس، يبقى في اسعار كويسه، يبقى في حسن اداره للموضوع دوت. ده هيفرق معانا جدا. يعني لو في شاب معاه فلوس وعايز يستثمر وقال لك يا باشمهندس محمود أنا عايز أشتري واحدة، أشتري إيه؟ سكني والّا تجاري والّا إداري والّا فندقي؟ لا، هو الفندقي كده في للاستثمار مش هيسكن فيه. كله ينفع للاستثمار على حسب المبلغ اللي معاه. أقصد الأكثر ربحية في الفترة الجاية. داخل فيه عوامل كتير. يعني القرار هنا طبعا هو التجاري هو اغلى عقار. يعني سعر المتر في التجاري ده اغلى حاجه خالص، يعني بيبقى دايما غالي. لو هيشتري تجاري مثلا على سبيل المثال، يشتري مع شركه عندها قدره ان هي تدير الكلام ده كويس قوي، عشان يحصل على اعلى عائد ايجاري، لان هو في الاخر التجاري دوت اداره. إدارة صحيح، صحيح. الاداري يجي بعديه على طول في العائد الايجاري. السكني الناس كلها عايزاه، اي حد عنده النهارده وحده سكنيه بيأجرها بسهوله، والفندقي؟ مطلوب جدا. والفندقي طبعا احنا يعني ان شاء الله نكمل على نفس المعدلات بتاعه الزياده السياحيه. مصر محتاجه غرف سياحيه، انا بقول لحضرتك خبر، مصر محتاجه ان هي تضاعف الغرف السياحيه عندها. وده يمكن لقينا حتى توجه مطورين كبار في مصر ان هو بيطرح مشروع فندقي، ما كانش بيحصل قبل كده. صحيح، انا طرح المشروع، انا طرحه غرف فندقيه صحيح. او استديوهات فندقيه او شقق فندقيه. وده ما كانش موجود. ده ما كانش موجود. صحيح، ده ما كانش موجود. فده طبعا ده قرايه مسبقه للسوق للكام سنه جايين. خلينا ناخد مع بعض أسئلة نجاوب عليها إجابة سريعة وما مش محتاجة منك تفكير كتير. أكبر خسارة قابلت محمود مطوع؟ آه أنا هاجاوب أنا نيابة عنك. قول كده. الأهلي لما كسب الزمالك 3-0. هي دي تقريبا الإجابة. مش بفتكر. مش بتفتكر؟ يعني اي حاجه سلبيه بتروح عندي في المخ في الريسايكل بين وما بفتكرهاش. أكبر مكسب طيب في حياتك؟ ان انا قاعد معاك دلوقتي. حبيبي. اللقاء اللطيف ده. طيب مش هسألك السؤال التاني. شخص خذلك؟ مش بفتكر برضو. الشخص اللي خذلني بعد ما بتاكد من الموضوع دوت خلاص. قرار أخدته تحت ضغط؟ كل القرارات باخدها تحت ضغط. كله؟ كل القرارات تحت ضغط، ما فيش قرار وانا قاعد كده. مرة فكرت تستسلم وتسيب المهنة دي خالص؟ لا اطلاقا. خالص. بتخاف من الفشل؟ ما فيش حد ما بيخافش من الفشل. لو قررت تختفي سنة كده وتقعد في أي مكان حلو هادي وترجع، شايف نفسك هترجع في نفس القطاع العقاري؟ هرجع في الحاجه اللي انا بفهم فيها. هترجع أقوى ولا أهدى؟ هو الهدوء هو القوه، اقوى واهدى. أكتر كلمة بتوجعك؟ مش هينفع. مش ينفع تقول؟ لا. مش هينفع. هي دي اكتر كلمه بتوجعني، مش هينفع. مش هينفع. هل راضي عن نفسك؟ الحمد لله. سامحت كل الناس اللي أذوك قبل كده؟ مش فاكرهم. لو الكرسي ده بيتكلم هيكشف عنك إيه؟
مش إن أنا زملكاوي لأ، مش يعني ما أنت الزملكاوي. خلاص خلّينا نقول في بداية حلقتنا إحنا مصدقينك إن أنت مش زملكاوي، سحبنا 6-1 و3-0 دي خالص وبيبو وبشير وهنشيلهم في المونتاج بتاعنا، وكلمة أخيرة بقى تقولها لكل الشباب اللي نِفْسه يخوض نفس تجربة محمود مطاوع، نصائح. ما تتكسفش من حاجة، حدد مشكلتك وحاول تحلها وما ما تخافش. تاني حاجة ما تخلّيش الخوف هو يبقى المتحكم في قراراتك، خلّي المعلومات السليمة الموثوقة. تالت حاجة يعني ديّة بقى باقولها للشباب بشدة، ما تتكسفش إن أنت تقول ما باعرفش، ما تتكسفش إن أنت تقول ما أعرفش، ما تتكسفش إن أنت ادعاء المعرفة دي بتبقى مشكلة جامدة جدًا، في ناس كتيرة بتبقى آآ يعني أنا دايمًا باقولها ال3 لأات، لا يعلم ولا يعلم إنه لا يعلم. لأ، حاول تحدد مشكلتك، حاول تنمّي معرفتك، المحاولات ما لهاش عدد. إحنا في نهاية حلقتنا النهارده بنشكرك كتير جدًا، جدًا على كلامك اللي من القلب على الكرسي، وإحنا واثقين إن ما فيش حاجة انتخابات على الكرسي. إن شاء الله. شكرًا ليك يا ميرسي باشمهندس، جدًا، شكرًا ميرسي، ليك ربنا نورتنا. يخليك. حكايتنا النهاردة هتبدأ من هنا على الكرسي.